السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا إخواني أخواتي فيديو جديد. مرحبا بكم معايا في مطبخ حسن القوطة. اليوم غنشارك معاكم دونات اللي جاو رائعين ولداد بزاف. كنديرهم هكا لوليداتنا اما المدرسة او لا لانيفرسير او لا بيكنيك. المهم جاو فنين ولداد بزاف بزاف. بالنسبة للمقادير نبداو على بركة الله. خديت هنا كاس ديال الحليب دفيته شويه، زدت فيه معلقه ديال خميره حبيبات، خميره ديال العجينه، ودرت فيه 2 معالق ديال السكر سنيده. خليت الخميره حتى خمرات شويه واحد 5 دقائق، عاد حليت عليها لقيتها دابت. هنا زدت بيضه، شويه ديال الملح، وجدت معلقه ديال الزبده وساشي ديال الفاني. ميلونجيت بالباطور اليدوي حتى انسجمت ليا هذيك الزبده والبيضه، ودابت ليا هذيك الزبده ما بقاتش كتبان ليا. من بعد غادي نزيد الدقيق، غربلت تقريبا 4 ديال الكيسان اللي خدات ليا. كنبقى غادا بالكاس الكاس الاولاني حتى كي يدخل، وكنزيدو الثاني والثالث والرابع. الرابع كنديروه غير بشويه باش كنشوفوا واش نشفات ولا مازال العجينه باقا خاصها. المهم لا لاحظتوا صوتي راه مغير شويه ديال البرد اللي الله يعطينا حقنا بالرفق، شويه جاني صعيب شويه. الحمد لله اللهم لك الحمد. كما قلت لكم كنبقاو غادي نعجنوا بشويه هاد الدونات ديال الدار كيجيو فنين وغزالين، وزائدون كتكون اقتصاديه على اننا نشريوها من الزنقه. كنعجنوها شويه وكنعركوها حتى كتنسجم، ما كتبقاش فيها هكا حبيبات ديال الدقيق مكورين. لا لاحظتوها كتولي رطبه. كنغطيوها تقريبا ثاني واحد نص ساعه اولا ثلث ساعه على حسب الجو. الا كان الجو سخون راه دغيا كتخمر، الا كان بارد راه كتاخذ شويه الوقت. هنا العجينه خمرات، غادي نخويها من الهواء اللي فيها وغنحطها فوق سطح العمل باش غادي نخدمها. غناخذ شويه ديال الدقيق، غادي نمشيها به تقريبا غير شويه باش ما تبقاش ليا لاصقه ليا في العجينه. نقادها بالمدلك ونربعها. الا شفتوا السمك ديالها راه ما خليتهاش رقيقه بزاف وما خليتهاش غليظه بزاف، بين وبين. غناخذ هذا الطابع اللي يكون موين اولا الحجم اللي بغيتو، وغنطراسي هاد الدونات حتى كنكملهم كاملين، وكنتقب في الوسط ديالها بهكا، يا اما داك الرويس تاع البوق اولا شي طابع اللي يكون عندكم ديال الوسط. هنا عندي داك الغلاقه ديال الكاكاويت ولكن جاني صغير، فخدمت غير هاد البوق هكا، جاتني هي هذيك في التقطيعه ديالها. كنبقاو مستمرين حتى كنكملوا الكميه كامله. ملي كنحيدوا هاد العجينه اللي مطلوقه المره الاولى كنجمعوا دوك الجوانب ونعاودوا نطلقوها المره الثانيه حتى كنكملوا العجينه كامله. هنا غنستفوا من فوق اللاطه اللي تكون مدهونه بالزيت اولا مغطيه ببابي سولفريزي. بالنسبه انايا غادي ندخلهم للفران. الا بغيتو تقليوهم ممكن، انما ما غديروهمش هكا يبقاو هكا في سطح العمل. خاصكم ضروري ديروا ليهم كل وحده قطعه ديال هاد الكاغيط ديال الزبده اولا بابي سولفريزي باش تجيكم سهله في القلي. هنا غادي ندهنها الوجه ديالها بالزيت مذوبه وغندخلها الفران. دخلتها انا في الفران تاع الضوء على 170 درجه حتى تحمرت من الفوق من التحت. ودابا غندوزو للتزيين. غادي نزينها بالشوكولاط ابيض والشوكولاط اسود. غنقسم الكميه على 2. بالنسبه للابيض هو الاول درتو، كناخذ الكميه كنديرها في هكا في الشوكولاط في الوجه ديالها، وغادي نرشها تقريبا هنايا بواحد فيغميسيل ملون فيه الوان، والنصف الاخر درت فيه شوكولا اسود وزينته بالفيغميسيل حتى هو اسود. هنا التزيين كيبقى اللي عندكم اللي متوفر باش ما كان كنزينوا اللي كاين عندنا اللي كيناسب. هاد الدونات في الصيف كنفضل انني ندخلهم في الفران. الا كان الجو بارد فقليوهم كيعاونونا في الطاقه هكا. اما بالنسبه للصيف من الاحسن انكم غير تدخلوا من الفران. المهم جاو بنانين وفنين وغزالين. بالنسبه لوليداتنا راه كانوا كيشريو القطعه واحده كدير 15 درهم، فنديروهم لوليداتنا كيكونوا احسن، وشي حاجه ديال الدار كتجي بنينه واحسن. كنقدموهم هكا في مناسبات كما قلت لكم، ديال وليداتنا اولا هكا بيكنيك خرجه اولا الكوتي
وليداتنا نديهم المدرسه في اي مناسبه بغيتو، كيجيو غزالين، كنقدمهم بالصحه والراحه. الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش من لايك وبشي كومونتير باش تشجعوني، والى فيديو قادم ان شاء الله.